السلام عليكم. عارفين اسوأ غسالة في مصر هي ايه؟ هي دي واير بول او وير بول. عشان بصوا الخامات بتاعتها دي ملهاش 4 سنين. بصوا المنظر، بصوا المنظر كأن ليها 50 سنة. طبعا الصاج بتاعها اي كلام، ومدهون ببوهية كده ب3 جنيه. المفروض يعني ان هي غسالة ايطالية، بس طبعا في مصر مفيش حاجة، ولا الايطالية ايطالية ولا الامريكية امريكية. طبعا كله هجس. التوكيل بتاعها زبالة من اول ما جه ركبها. إيه، الموظف اللي جه ركبها بيتأمر ويتشرط كده، وبعد كده سرق منها الضمان واداني ورقة مكتوب عليها الضمان. يعني هوريها لكم، مكتوب ايصال كده ان مكتوب ده ضمان، وهي مش ضمان ولا حاجه. فلما طلبنا، هي لسه في فتره الضمان، مكتوب عليها المفروض يعني ضمان لمده 5 سنين. بس لما جينا طلبنا التوكيل قالوا لنا هاتوا لنا شهاده الضمان، مع ان بكل البيانات مكتوبه عندهم على السيستم، الاسم ورقم التليفون واللي ركبها وكل حاجه. لكن قالوا عايزين الضمان. قلنا لهم انتوا ما اديتوناش ضمان، اللي جه ركبها هو اللي فكها، ادانا الورق ده اللي هبقى اوريه لكم، لكن ما اداناش شهاده ضمان. فاتلككوا، وجي الموظف يا دوب عمل لها كده، مش عارفه، قال لي انا اديتها مسكن ممكن تشتغل نص ساعه وممكن تشتغل يوم، انا ما اعرفش تشتغل قد ايه. هو فعلا مجرد ان هو دخلها مكانها ما اشتغلتش، راح عمل لها برضو ده زي حاجه تاني مسكن، اشتغلت نص ساعه. يعني غسلت غسله وما عصرتهاش كمان. المهم مش هطول عليكم ان دي اسوأ غسالة في مصر، وخدمة العملاء والتوكيل بتاعها زبالة بمعنى الكلمة. المهم اوعى تقع في غلطة وتشتري الغسالة دي اهي. دي المفروض ان هي 7 كيلو تقريبا، و7 كيلو، وكمان بتنشف 7 كيلو، وكمان فيها المهم ان هي بتنشف، بتطلع الغسيل جاف يعني، لكن ما بتعملش الحاجات دي. يعني هي دلوقتي ما بتعملش، لكن هي اصلا كانت بتعمل يعني، حق يتقال. بس اوعى تشتري الغساله دي، وقول لي غسالتك نوعها ايه، وايه احسن غساله ممكن اشتريها.